الأنثى لم تخلق يوما للإهانة، وإنما خلقت للأمانة. عندما خلقت في بطن أنثى، وعندما بكيت وأنت طفل بكيت في حضن أنثى، وعندما تتزوج يرتبط قلبك بأنثى وتسكن إلى أنثى، وعندما تتربى من يغرس فيك القيم هي الأنثى، هي أمانة الله ورسوله استودعها الله ورسوله عند المؤمن. رسول الله يقول: أوصيكم بالمرأة والطفل. أمير المؤمنين يقول: عجبت لمن يضرب زوجه وهو أولى بالضرب. كلما عاملت هذه الأنثى كما أمرك الله ورسوله أعطتك هذه الأنثى كما أراد الله ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم: ولهن مثل الذي عليهن. والقرار إلك، أنا اللي علي أنصحك والباقي عليك. لو رجعنا لكلام الإمام عليه السلام نجد أنه يتعمد ذكر الأنثى، ذكر المرأة بعنوان الزهراء عليه السلام ومكانتها العظيمة. أم الحسن يقول: ألست أنا ابن بنت نسب نفسه إلى امرأة. حين ناداه الشمر في كربلاء: يا ابن فاطمة، الإمام لم يكن يعتبرها إهانة. الشمر حين قالها كان يريد التقليل من شأن الحسين، لأن الشمر فكره جاهلي وليس فكره إسلامي، ليس فكره قرآني. كان يقول الكلام بنية سب الإمام، يقول له: يا ابن فاطمة. شلون اليوم واحد يقول لك يا ابن فلانة؟ لكن الإمام كان يفتخر بأنه ابن فاطمة. فتلك الزهراء عليها السلام بضعة رسول الله.